مرحبا مرحبا. بهذا الفيديو رح نتوجه من العاصمة التونسية تونس ل 160 كيلومتر جنوبا، يعني باتجاه القيروان، المدينة الإسلامية الأولى بالمغرب. هالمدينة اللي أسسها عقبة بن نافع عمرها اليوم أكثر من 1300 سنة، وبعدها رح نكمل ونزور الجيم ونشوف ثالث أكبر مسرح روماني بالعالم، وبالرجعة رح نمر على المونستير ونشوف الرباط يلي هو أهم معلم فيها. بقى خلونا سوا نبلش يومنا بتونس العظيمة. وبعد ساعتين سفر من العاصمة وصلنا لأول معلم رح نشوفه بقيروان، فسقية الأغالبة. هالتحفة الهندسية الأثرية موجودة من عهد الأغالبة، يعني بالقرن التاسع الميلادي. أما شو هي؟ فهي حوض مي كبير قطره حوالي 128 متر وعمقه حوالي 50 متر، تتجمع فيه المي النظيفة اللي جاي من المناطق المجاورة عبر القنوات. وحد هالحوض المدور في حوض أصغر مستطيل لتنظيف المي وترشيحها، وهيك بيتأمل للسكان مي نظيفة لحد عندهم. وهالحكي قيمت من حوالي 1200 سنة. ومن بعد توجهنا للمعلم الأهم بقيروان، مسجد عقبة بن نافع. مسجد عظيم تأسس ليكون مركز لنشر الإسلام بشمال إفريقيا، وهالمسجد موجود من سنة 670 ميلادي، وكان أول مسجد بالمغرب العربي. تقرأ هذه يا شيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للحميد المبدئ المعيد. بيميز هالمسجد محرابه المزخرف الفسيفساء الرهيبة، والمنبر يلي هو الأقدم بالعالم الإسلامي. هذا المنبر أقدم منبر بالعالم الإسلامي، صح؟ وقاعة الصلاة مليانة عواميد رخام تيجان مزخرفة جابوها من مواقع أثرية رومانية. بمساحة وصلت بعد الترميم والتوسيع لحوالي 9000 متر مربع، مأذنة مربعة وحدة من أقدم المآذن بالعالم الإسلامي، ساحة كبيرة مفتوحة حواليها ممرات وأقواس بطابع بسيط وفخم مع بعضهم. ومن ملحقات هالمسجد هي مكتبته، مكتبة عقبة بن نافع، يلي مشهورة انه بتحوي على مجموعة نادرة من المخططات والكتب العلمية، يلي بمعظمها انكتب بخط اليد. مشوارنا مكمل، وبعدها رح نقطع من تحت واحد من أبواب سور قيروان الأثري ونتوجه للسوق الشعبي. وهلا مشوارنا بالمدينة القديمة بالقيروان. سوق بسيط بكل معنى الكلمة، مقسم لأقسام حسب الحرفة والبضاعة: نحاسين، عطارين، سجاد، خزف وفخار وبلاغجية، يلي هو الحذاء التقليدي بالقيروان. لنوصل بعدها لبير باروطة، بير أثري لسه شغال اليوم، ساقي وجمل لذيذ شغلته يدور كل اليوم ليرفع المي من البير. الأسطورة الأشهر عن هالبير إنه مرتبط بمية زمزم بمكة المكرمة. هذا البير بيقولوا بالقرن السابع مربوط مع مية زمزم. هالبير هو من أكثر الأماكن يلي بتشد السواح هون بالقيروان لياخدوا سيلفي مع هالجمل الدوار. طلعنا من البير لأقرب وأشهر محل سندويش بقيروان، كفتجي خيري. أما سندويشي فهي عبارة عن ليه سندويش بطاطا مع بيض أو طون وشوية صوصات. وهوب على السيارة للوجهة الثاني، ولمسافة 70 كيلو متر تقريبا، بساعة وحدة ووصلنا لمكان بيحط الكولوسيوم بروما بجيبته الصغيرة. مسرح الجيم الكولوسيوم التونسي، واحد من أهم المسارح الأثرية بالعالم،
موجود من القرن الثالث الميلادي بعهد الإمبراطور الروماني غورديان الأول. شكله بيضاوي بطول 148 متر وعرض 122 متر. مسرح بثلاث طوابق بارتفاع 36 متر بيسع أكثر من 35 ألف متفرج، وبالمقارنة مع مسرح قرطاج اللي بيسع بس 10,000 متفرج بنعرف إنه هذا المسرح أكبر منه ب3 مرات ونص. المدرج حواليه ممرات وأقواس عجيبة مع أدراج ودهاليز هوليودية. بهذا النوع من المدرجات كان عادة يصير 3 أنواع من العروض: حيوان مفترس مع حيوان مفترس، حيوان مفترس مع مصارع، مصارع مع مصارع. هالمسرح هو دليل واضح على الغنى والهيبة يلي كانوا لمدينة الجيم بالعصر الروماني. أما بالوقت الحالي بهالمسرح بيصير سنويا مهرجان الموسيقى السيمفونية الدولي ليكون وجهة لكتار من يلي بيحبوا هالنوع من الموسيقى أو العروض الفنية العالمية. بيزعل الواحد انه هيك مكان عظيم ما كتير مضوى عليه على خريطة السياحة العالمية. ما بعرف اذا هو البعد عن العاصمة او قلة المنشآت السياحية حواليه هي السبب. على كل فيك تحس بالفخر وبقوة انه هالمسرح العظيم موجود بدولة عربية. وبعد زيارتنا للجيم رجعنا، وكان الطريق هالمرة مختلف عن طريق الروحة. مرقنا حد بحيرة الفلامينغو قبل ما نوصل على المونستير، مدينة عظيمة موجودة على الساحل الشرقي التونسي. أكثر شيء مشهورة فيها المدينة هي شواطئ الرملية الناعمة، بس المعلم الأهم يلي راح نزوره هو القلعة أو الرباط. نحن بالرباط بالمونستير. هالقلعة يلي هي رمز من رموز المدينة موجودة من سنة 796 ميلادي ليكون خط دفاعي ضد الغزو. هالرباط مساحته حوالي 4200 متر مربع، بيتميز بالأسوار العالية، الأبراج الدفاعية، وأكيد الممرات والدهاليز يلي بتعكس طابع العمارة الإسلامي الدفاعي. والأحلى أنك تطلع على برج المنارة لفوق يلي ارتفاعه حوالي 20 متر وتشوف إطلالة رهيبة على البحر بما أنه القلعة حد الشاطئ. ضل انه نقول انه هالقلعة ما كانت بس خط دفاعي، لانه فيها كانوا يتجمعوا العلماء والمتصوفين للعبادة والعلم. ودعنا هالمدينة من عند تمثال الحبيب بورقيبة ورجعنا للأوتيل لنضبط بأغراضنا ونودع تونس كلها. وأكيد في نقول وبقوة إنه هالبلد بيتمنى الواحد يزوره أكثر من مرة. وهيك خلصت زيارتنا لتونس، وبانتظار السفرة والفيديو الجديد. لا تنسى تكبس لايك وتفعل زر الجرس، وأكيد إذا عندك شيء تقوله بالكومنتات رح كون مبسوط إني رد. سلام.